تفتكر لما حد يقولك إن السهم مقرر الربحية بتاعه 20 مرة يعني إيه بالظبط؟ كتير من المتداولين بيسمعوا الكلام ده وبيبدأوا يشتروا أو يبيعوا من غير ما يفهموا هو بيقول لهم إيه فعلا. وخلينا أبسطها لك. مقرر الربحية أو البي إي ريشيو هو سعر السهم مقسوم على أرباح الشركة لكل سهم. يعني لو السهم سعره 100 جنيه وأرباح الشركة لكل سهم 5 جنيه يبقى المقرر 20. ده معناه إن السوق مستعد يدفع 20 مرة أرباح الشركة الحالية مقابل كل سهم. طب ليه ده مهم؟ أول حاجة بيوريك هل السهم غالي ولا رخيص مقارنة بأرباحه. لو المقرر عالي هنا السوق متوقع نمو كبير أو ممكن يكون السهم مبالغ فيه، ولو المقرر منخفض ممكن يكون السوق شايف فرصة كويسة أو السوق شايف إن في مشاكل جاية. تاني حاجة، مقرر الربحية بيساعدك تقارن أسهم مختلفة في نفس القطاع. وخلينا أديك مثال، لو شركتين في نفس المجال، واحدة البي إي 15 والتانية 30، ده بيديك لمحة عن تقييم كل واحد فيهم. لكن خد بالك مفيش حاجة ثابتة، لازم تبص على نمو الأرباح ومستوى المخاطرة. وعشان تكون متداول محترف لازم تفهم بين التريلينج بي إي المبني على أرباح الشركة الفعلية في السنة اللي فاتت والفورورد بي إي اللي مبني على أرباح الشركة في السنة اللي جاية. لو استخدمتهم صح هتقدر تشوف هل السوق متفائل بزيادة عن اللزوم ولا متحفظ زيادة، وده هيساعدك تاخد قرارات أفضل في وقت الدخول والخروج من السهم. باختصار، مقرر الربحية مش رقم عادي، هو أداة لفهم توقعات السوق ومقارنة الشركات وتقييم المخاطر.